فبز تي ادي جابزة تي لبقة حابز تي دشة زربل تريد بوش خنو ج شقش عبد الهادي ادغجة تخين يجن ديستقي تشتش شقي دقمة قوابة شخم الله حوج أغوش زكاة بيصيج وبلان. أعزائي الطلاب، نبدأ الآن بدرس جديد مع حروف جديدة. آمل أن تكونوا قد حفظتم الحروف والكلمات السابقة. الدرس اللي بدنا ناخذ اليوم تكملة للدرس اللي أخذناه قبل هالمرة، وفي استعمالات ثلاثة لكلمة ج، الكاف والهمزة استعمالات ثلاث. طبعا هذا راح يجيكم بدرس القواعد بعد هالدرس. هو بصير ج وبصير ق وبصير ك. ق بصير مع الواو المضمومة والوو، وج بصير مع بقية الحروف. أما إذا سبقها حرف الشين بصير إشك ك ك. إذن هناك ثلاث طرق للفظ الكلمة ج. في أعلى الكتاب وس عشق، وس عشق، وس ثلج، وس ثلج، وس ثلج. عشق عشق، ما قالوا عشق، لا، لما بيجي الشين قبل الج بصير عشق. عشق معناته كرة. وس عشق كرة من الثلج، كرة من الثلج. تحت وس عشق، وس عشق، وس ثلج. عشق عشق كرة. ج ب، ج ب بواسطة أو ب. الج متى ما اجى بعد الاسم فورا بصير بواسطة أو ب. وس عشق بكرة الثلج، بكرة الثلج. فوق وس عشق كرة من كرة ثلج. أما وس عشق بكرة من الثلج. وس قزيس، وس معناته الثلج. ق سابقة، سابقة بيدل على اتجاه، اتجاه تنفيذ الفعل. ق زيس قزيس عندما تثلج. قزيس لاحظوا هون بيجي بمعنى أيضا عندما. الكلمة إلى شيء 17 معنى باللغة الشركسية، راح يجوا معكم تباعا 17 أو 18 معنى كمان إن كان بالمفردة وإن كان في منتصف الكلام أو في آخر الكلام. وس عشق، وس قزيس، وس قزيس عندما تثلج السماء، يعني عندما تثلج. وس قزيس عندما تثلج. في عنا نص، عنوان النص اشك، اشك. اشك هون لما الشين سبق الج صار ك، ك. شك معناته عجل صغير، شك عجل صغير. شكبز طبعا عجلة، وشكخ عجل ذكر. أما شكه، شكه عجل، شكه. الشين بيجي مع ج بصير ك، ك. ت شكتي، ت نحن،
شكا عجل. تي ضمير الملكية لا نحن. تي نملك أو يد أو يد أو نملك كمان. تي نحن عندنا عجل صغير. شكاتي. بدي أحاول أترجم الجمل ترجمة حرفية أولا، ثم نترجمها ترجمة أدبية طبعا بشكل يكون مقبول باللغة العربية. نحن شكا عجل، نحن عجل عندنا باللغة الشركسية. أما ترجمة نحن عندنا عجل، نحن عندنا عجل. أيوة. تشكا قاقرميت. تي ضمير المتكلم الملكية نحن. أو تي مر معنا بأول سطر. هون تي تشكا عجلنا قاقرميت. قاقر الزريبة بالزريبة ويقف. هذا المعنى الحرفي. تشكى عجلنا قاقرم بالزريبة يتواقف. يس جالس. نايم ضمن شيء إذن تشكى قاقرم عجلنا في الزريبة واقف. عجلنا في الزريبة. سرينو شكم سناءتيت. أنا رينو دائما. شكم العجل. سناء ضمير الشخص المتكلم. ناء اهتمام يعني نأتيت. أنا دائما أهتم بالعجل، أو اهتمامي منصب على العجل. تيت واقفا على. المعنى طبعا المعنى الحرفي تيت واقفا على، تيس جالسا على، تيت نائما على. تيت واقفا على، ولكن مثل ما بتقول باللغة العربية حط عينك عليه. طبعا عين ما بنحط عليه، ولكن هذا تعبير مجازي أيضا هون كمان. سرينو أنا دائما شكم سناءاتيت. أنا دائما انتباهي مركز على العجل. تيت على سناءاتيت مهتم بالعجل. اهتمامي ينصب على العجل. شكم يست. شكم يست. شكم للعجل. طب شكا نكرة شكم بصير معرف. بيجي معناته علف للطيور، بيجي معناته علف للدواب، وبيجي احيانا اكل للبني ادم. حتى البني ادم تشش بيقولوا. مش زواده. تشش عشاء ليله يعني. اذن بيجي معناته علف للطيور والحيوان، واكل كمان للانسان. شكم يست. شكم يست. أنا عم بعطي أكل للعجل. شكم للعجل طعام. يست أعطيه. يست أعطيه. أعطيه. يرستم طبعا اسم علم مثل ما رستم يعني. يرستمي نانا يشكى ينأتيت. يرستم أيضا مهتم بعجلة أمه. نانا يشكى ينأتيت يعني مهتم بعجلة أمه. يرستمي يعني رستم. نانا يشكى
يعني عجلة أمه، مهتم بعجلة أمه. ينأتيت معناته يهتم بعجلة أمه. ختاش كم أس يزترر، ختاش كم أس يزترر، ختاش كم أس يزترر. طبعا هذا سؤال. شكم وس يستر شالر. طبعا بدك تقول الولد هو اللي يعطي او يرستم، كمان ممكن تقول يرستم. ختا من الذي ختا من الذي شكم للعجل أس طعام يسترر الذي يعطي. من الذي يعطي الطعام للعجل؟ تحت وس قزيز سجأة عندما تثلج توس عشكجة تجقو توس عشكجة. نحن بكرات الثلج حاطين مستطيل فارغ، نحن لازم نعبيه. مثلا تجقو تزازاوة تزدجقو وس عشكجة تزدجقو أو تجقو. وسق زي السجأة عندما تثلج. عندما تثلج نحن نلعب بكرات الثلج. وسأشكجة تجاقو وسأشكجة تجاقو وسق زي السجأة وسأشكجة تجاقو. من عيد الدرس إذا قلنا الحرف الجاء له 3 أشكال من اللفظ. لما بيجي بعده حرف الأو وأو بصير قوا قوا قواتا قواغا. لما مع بقية الحروف بصير شعبسا شئلا. أما لما بيجي الشين قبله بصير شكا شكا. القبرتاي بيستعملوها بشكل كثير جدا. شكا شكا. إذن له استعمال. الكاف همزة له استعمالات 3. إذا إجا بعده حرف الو والأو بصير قوا قواتا. لما مع بقية الحروف كلها بصير جاء. إذا سبق حرف الشين بصير شكا شكا. أيوة. وسأشكا وسأشكا وسأشكا. كرة ثلج. ثلج. وسأش كرة ثلج. وسأشكا بكرة ثلج. وسأشكا بكرة ثلج. اجا بعد الاشكا بصير اشكا بكرة الثلج. بكرة ثلج. وسأشكا. وسقزسج عندما شوف هون صار عندما. هناك بي هون عندما تثلج. وسقزسج وسقزسج عندما تثلج. وسقزسج. عندنا عنوان للنص هون شكا شكا. شكا معناته عجل صغير. عجل صغير. تشكتي نحن شكا عجل. تي خاصتنا الآن لحالة ملك. تشكتي معناته عندنا عجل. نحن عندنا عجل. تشكتي. تشكى قاقرميت. تشكى قاقرميت. تي خاصتنا. سي خاصتي. تي خاصتنا. تشكى عجلنا. عجلنا. قاقرميت. قاقر معناته زريبة أو سقيفة. ممكن يكون للحيوانات الصغيرة أو ممكن يكون للمستودع للأدوات الزراعية. قاقر. نحن مثل ما بنعرف القاقر. القاقر هو
بيت معمر 3 حيطان ومسقوف، الحيط الرابع مفتوح. ممكن تحط فيه الآلات الزراعية، ممكن تحط فيه الدواب الصغيرة، وهكذا. ممكن يكون زريبة كمان قاقر، أو مثل ما بيقولوا تحويشة، يعني محوش من الحوش. تشكى قاقر ميت، تشكى عجلنا يت قائما فيه واقفا فيه، قاقرم بالزريبة، عجلنا بالزريبة. سرينو شكم سنأتيت، سرينو شكم سنأتيت. أنا رينو دائما، رينو دائما. شكم على العجل، سناء تيت، سناء اهتمامي، تيت على. إذن أنا أهتم دائما بالعجل، أنا أهتم دائما بالعجل. سرينو شكم سناء تيت، سرينو شكم سناء تيت. شكم أس يست، شكم أس يست. شكم للعجل عم بعطي طعام، أس طعام، طعام أس، أس طعام طيور الحيوانات، حتى للإنسان أحيانا بيستعملوها في محلات ضيقة يعني. شكم أس يست يرستمي نانا يشكى نأتيت. يرستم أيضا، يرستم أيضا، يرستم اسم علم. نانا يشكى، نانا يشكى عم بدير باله على عجلة أو عجل أمه. نانا يشكى أين أتيت، يعتني بعجل أمي. خطا شكم أس يسترر، من الذي يعطي العجل طعام؟ هذا سؤال ممكن تجاوبوا عليه يرستم، ممكن شالر، إلى آخره. تحت وسر قزيسج، وسر قزيسج، وسر قزيسج معناته عندما تثلج، عندما يهطل الثلج، عندما تثلج. وسر قزيسج توس عاشقج تجاقو. نحن وس ثلج عاشقج بكرات الثلج، نحن بكرات الثلج نلعب، أو باللغة العربية نلعب بكرات الثلج. وسك عاشقج تجاقو. هلأ بنجي على كلمات الدرس. أرجو أن تكتبوا هذه الكلمات، يعني ممكن يكون صار معكم هلأ ما يقرب من 130 كلمة جديدة بإمكانكم تستعملوها بشكل تام في البيوت. كلمات الدرس: عاشقة، عاشقة، عاشقة. كرة، كرة يعني طابة هيك، عاشقة كرة. جاء الجاء بآخر الكلام بيجي معناته بهالدرس معنيين: بواسطة أو عندما، بواسطة أو عندما. عاشقة بكرة الثلج، وسج بالثلج. ايوه، اذا الجاء بواسطة، طبعا بده يكون ملتصق بكلمة، لا ما بحالة، لحالة بيجي معنى آخر، بيجي معنى جديد، بيجي معنى ذنب. أما إذا ملتصق بالكلمة بآخر الكلمة بيجي معناته عندما، بيجي معناته بواسطة أو ب. وس أو وس، وس أو وس ثلج، ثلج، ثلج. وس أو وس، وس بصير، وس بصير نفس المعنى. بكرة بصير بتعرفوا مع الأيام
ايمت ممكن تستعمل هاد، ايمت ممكن تستعمل هاد، وايمت ممكن تستعمل اثنين كمان، هذا وهذا، يعني ما في تعقيدات. وس ثلج، وس ثلج. قزيز سجأة، قزيز سجأة عندما يثلج أو تثلج السماء، أو عندما يثلج. قزيز سجأة، ق باتجاه المتكلم، زيس يثلج، ج عندما. قزيز سجأة، لاحظوا ج هون صار عندما، أشكج بواسطة قزيز سجأة عندما. شكا، شكا عجل صغير، شكا. لاحظوا الشين مع الشا بصير ك، ك، شكا، شكا عجل صغير. رينو دائما، رينو دائما، رينو دائما، رينو سقوى أذهب دائما، رينو بسسيشوى أشرب الماء دائما، رينو سيجا أقرأ دائما، رينو إذا دائما كلمة لحالة. ناء، ناء اهتمام انتباه، سيناء انتباهي، وناء انتباهك، تناء انتباهنا، صناء انتباهكم، جناء انتباهه، يا ناء انتباههم. ناء. تيت، تيت واقف على، مركز على، تيت واقف على، متمركز على، تيت. أس علف حيوانات، أس علف حيوان. أس بصير كما قلنا للطيور، بصير للحيوان، أس بصير حتى للإنسان، مثل ما بتقول شش أس، مش أس إلى آخره. يزترر، يزترر الذي يعطي، يزترر الذي يعطي، يزترر الذي يعطي، يزترر الذي يعطي. إذن عشقة كرة، ش بواسطة في آخر الكلام بواسطة أو عندما. وس ثلج، قزيز سجأة عندما يثلج أو تثلج السماء. شكة عجل صغير، شكة عجل صغير. رينو دائما، رينو دائما. ناء انتباه، ناء، ناء من كلمتين، ناء عين وأه ايد. ناء يعني ايد العين، مثل ما تقول حط عينك بصير ناء. ناء انتباه اهتمام. تيت متمركز واقف على، تيت متمركز واقف على. أس علف الحيوان، أس علف الحيوان، علف الطيور، الحيوان، أكل الإنسان كمان بصير. مش أس زوادة، شش أس عشاء الليلة. يزترر الذي يعطي، يزترر الذي يعطي، أيزترر الذي يعطي. الآن نجي على دروس القواعد. دروس القواعد كيف نلفظ بعد الحروف. الحرف ش وله 3 ألفاظ مثل ما شرحنا. الش إذا إجا بعده حرف الأو أو الو تلفظ كما في كلمتي كوا، كواتا، كوا اذهب، كواتا ابتعد قليلا. أما مع بقية الحروف تلفظ ش، مثل ش جديد، ش شتاء. إذا سبق حرف الش الحرف الشين يلفظ كما في كلمة شك عجل، ك، ك. إذن بصير كوا وش وشك، ك. الحرف ج وله لفظان. عندما يأتي الحرف أو وواو يلفظ جو قلب أو جت واقفا إلى جانب، جو قلب جت واقفا إلى جانب. أما ويلفظ ج غ
غ مع بقية الحروف. مثلا غن غن غنبل غنبل. أيوة. الحرف سين، الحرف سين عندما يسبق الحرف شين بصير تش. مثلا تشبخ تشبخ، ما بتقول شبخ، لا تشبخ. تش أخي، تشبخ أختي. إذا منعيد حرف الش وله ثلاثة ألفاظ. عندما يأتي حرف الو والأو بصير كلمة كوه، مثل كوه أو كواتا. مع بقية الحروف تلفظ ش جديد أو ش شتاء. إذا سبق حرف الش حرف الشين يلفظ كما في كلمة شكا، عجل صغير شكا شكا شكا. حرف الجي وله لفظان. عندما يأتي الحرف واو أو يلفظ جو، مثل الجي المصرية جو قلب، قوت واقفا إلى جانب. أما مع بقية الحروف ويلفظ غ، مثل غن غنبل. الحرف سين عندما يسبق الحرف شين يلفظان كالحرف تشي، مثلا تش، ما ش شبخ، لا شبخ. تش أخي، شبخ أختي. أعزائي الطلاب، إلى هنا ينتهي درسنا اليوم. نتمنى لكم أن تهتموا بدروس القواعد، لأنه بلا قواعد ما في لغة، ما في لغة. قواعد هو اللي بيحسن اللغة، بيجعلكم تلفظوا الحروف والكلمات بشكل جيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.